بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم تحية الإسلام الخالدة، متمنيا لكم أينما كنتم أيها الإخوة المشاهدون لبرامج وفقرات قناة سلام الإعلامية المباركة. أحييكم في حلقة جديدة في برنامج مع اللغة العربية، وهي الحلقة رقم 96. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، صدق الله العظيم. بهذه الآية المباركة نفتتح معكم هذه الحلقة في برنامج مع اللغة العربية. مشاهدي الكرام، أحييكم تحية مجددة. في حلقات سابقات وفي قضايا من قضايا اللغة العربية ظللنا نقدم لكم موضوعات كتبها ونشرها الدكتور سمر روحي الفيصل، وهي دراسة علمية في قضايا اللغة العربية، جملها في كتاب عنونه قضايا اللغة العربية في العصر الحديث. ضمنها جملة من القضايا وقد تحدثنا عن عدد منها. اليوم ارتأيت سيداتي سادتي أن نتحدث عن قضية هامة من قضايا اللغة العربية كما رصدها الدكتور سمر، وهي قضية الكتابة باللغة العربية. في مسألة الكتابة باللغة العربية، قبل أن أدخل على دراسة الدكتور، اسمحوا لي أن أعمل مدخل أراه مهما جدا. بمعنى في هذا العصر الذي نعيشه هنالك عدة لغات، وهنالك لغات بعينها هي شبه مسيطرة على التثاقف وفي قضايا المعرفة والعلم وما إلى ذلك، منها اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية ولغات أخرى. وهناك من البشر من الله عليهم أن يجيدوا أكثر من لغة، بالذات يعني الذين تعلموا ودرسوا هنا وهناك، والذين بالذات الذين كتب عليهم أن يعيشوا بقية حياتهم وأعمارهم في دول الغرب عموما، سواء كان اللغة الإنجليزية أو اللغات الأخرى، وأصولهم من أصول عربية مثل الشعب الإريتري. مؤكد أنه ذلك الجيل الذي نشأ سواء كان في بلاده أو في دول الجوار ثم هاجر مجبرا إلى هذه الدول البعيدة بما فيها أمريكا وأستراليا وغيرها، أجبروا أن يتعلموا ويتعاملوا بلغة أخرى غير اللغة العربية في غالب الأحوال. وقد تكون اللغة العربية عندهم هي لغة المناسبات أو لغة أحاديث الأصحاب وما إلى ذلك. فأنا أقول للذين يعني هم يعرفون اللغة العربية وكذلك أجبروا أن يتعاملوا مع لغات أخرى، أحيانا بتلقى واحد يجيد 3-4 لغات بما فيها اللغة العربية. ربما المسألة وأدعوهم للتعامل مع اللغة العربية قدر المستطاع، بمعنى في التعامل مع الآخر سواء كان إنجليزي فرنسي أسترالي أمريكي أيا كان، هولندي هندي بتاع، يعني قد تكون لا حرج عليك أن تتحدث معه باللغة التي ينبغي أن تتفاهم معه يعني. لكن إذا لقيت مندوحة كده أو أي فرصة أنك تتعامل باللغة العربية سواء كان مع نفسك أولا ومع من يحيط بك، أسرتك أصدقائك أصحابك، أنا أنصح بالتعامل مع اللغة العربية أو يعني الإمساك بها. فلنبدأ بأنفسنا أولا، وأنا أقول ذلك لأني أعيش واقع. أستراليا بلد لغته الأولى هي اللغة الإنجليزية مع تعدد لغات كثيرة يعني. ولأني أعايش هذه المشكلة
فقررت أنا مع نفسي وأكون يعني أنا أتحدث عن تجربتي، وقد تكون هي مفيدة التجربة التي سأرويها وأحكيها قبل أن أدخل في قضية الكتابة باللغة العربية. لأنه اللغة هي إما تكتب بها أو تتحدث بها. أنا داير أعمل مدخل للكتابة والحديث باللغة العربية في مجتمعات غير موجودة أو غير مقيمة في بلاد عربية زي بلادنا هذه، أستراليا والغرب عموما يعني. فنبدأ مع أنفسنا أولا، مع نفسك. عندما أقول على سبيل المثال مثلا هذا جوال مثلا، جوال أي إنسان موجود في الغرب موجود في الشرق بتاع عنده هذا الجوال. وواحدة من اللغات المعتمدة والموجودة في هذا الجوال وفي الكمبيوتر وغيره وغيره هي اللغة العربية. ففي حاجات خاصة بك أنت، يعني أن تستخدمها، وفي نفس الوقت هي تربطك باللغة التي سنتحدث عنها وأتحدث بها الآن. يعني أنا في تقديري أي إنسان لغته هي اللغة العربية التي نشأ بها وتثقف بها وتعلم بها قبل أن يأتي إلى بلاد بعيدة أيا كانت لغاتها، فهذه اللغة التي درست بها، سواء كان درست بها القرآن الكريم، درست بها مراحل التعليمية كلها إن شاء الله، حتى لو توقفت في المرحلة الابتدائية. من الناحية اللغوية، اللغويون يقولون إن أول لغة رسخت في ذهنك هي اللغة التي تستطيع أن تعبر بها حتى لو تقطعت بينك وبينها السبل وتفرنجت وتغربت وما إلى ذلك. أما إذا كنت قد درست بها المرحلة الإعدادية والثانوية، ومن الله عليك أن تدرس بها المرحلة الجامعية باللغة العربية، أنا أقول هؤلاء يعني حرام عليهم أن يتعاملوا مع أنفسهم بغير اللغة العربية. بمعنى هذا الجوال فيه كل اللغات، فلنقل فيه اللغة الإنجليزية واللغة العربية. أنا أقول يعني من تجربتي، أول ينبغي أن تتعامل مع من تتحدث بأي لغة كان، بلغة البلد اللي عايش فيه أو لغة العمل التي تمارس بها. لكن هذا الجوال الخاص بك أولا ينبغي أن يكون عربيا. وأنا أحكي عن تجربتي يعني. هذا الجوال وأفتحه لكم مشاهدي الكرام حتى تشاهدوه، إنه أنا معرب الفيسبوك حقي ده سوري، الجوال وصفحته الرئيسية معربة تعريب كامل. والدليل على تعريب إذا ما دخلت على أي خلونا نستخدم التكنولوجيا، على أي خدمة في هذه التكنولوجيا الحديثة دار تستخدمها، إذا عربت جوالك مثلا، إذا عربت جوالك ربما تكون وجهتك فوت سكرين ليبراري مغلقة في وقت وصولك إليها. نعم، حتى النافيجيتر يعني الجهاز الذي يساعدك أنت متجه لحتة معينة، تدخل العنوان والموجه أو المرشد أو الدليل. يعني أنا عامله باللغة العربية، لأن عشان عربت الجوال استخدم اللغة العربية حتى في كتاباتي، حتى على الفيسبوك أنا كتاباتي كلها أو باللغة العربية، وكل شيء موجود باللغة العربية. ولذلك لما ندخل على النافيجيتر على طول بيديني باللغة العربية. وأنا متعمد أعمل هذه المسألة أولا لكي أتمسك بهذه اللغة، لأنه لو ما عملت أكتب وأتصفح، حتى لو دار أدخل على أي اتجاه مثلا، حتى لما دار أدخل على ضبط الجوال، حتى أنا عامله باللغة العربية وما مواجهاني أي مشكلة. منذ أن عرفت هذا الجهاز أنا مستخدم اللغة العربية فيه كل شيء، حتى الخرائط وكتاباتي كلها والرسائل والكاميرا. انظروا إلى هذا مثلا، حتلاقوا مفردات كثيرة موجودة باللغة العربية. ولذلك حتى بالنافيجيتر يقول لي الاتجاه نحو اليمين، الاتجاه نحو اليسار. أنت في مجتمع غربي، مجتمع يتحدث لغة إنجليزية، لغة فرنسية، إذا لم تتمسك بلغتك، والحي حي من حياة لسانه، فإذا أبيد من اللسان أبيد، كما أكرر هذا البيت. وهذا البيت هو للطيب السراج رحمة الله عليه،
أشهر شعراء القرن العشرين يعني، رحمة الله عليه وعلى ابنه أستاذنا فراج الطيب السراج. يبقى يعني أنت جزء من تمسكك، هذا هو هذا الجوال. أنا كله معربه، وقاعدين في بلد كلها لغة إنجليزية، تتعامل مع الناس، أنت مجبر تتحدث وتستمع إليك و... لكن أنت إذا لم يكن لك علاقة الناحية الدينية والناحية اللي هنا ده حنجيها بعدين، لكن إن لم يكن لك علاقة وارتباط مباشر باللغة التي يعني نشأت بها وهي لغتك الأولى، ستتفلت من يدك هذه اللغة، وتصبح حتى إذا ما أردت أن تكتب، لأنك إذا لم تتعامل بها، وده هو المدخل للكتاب الذي أدخلني إلى هذه الحكاية والقصة يعني. فإذا لم تكن علاقتك بالتعامل، سماع وكتاب وتعامل مع مفردات كثيرة وكل الخدمات الموجودة هنا، لا تستطيع أن تكتب، لا تستطيع أن تكتب، وطوالي حتلجأ إلى اللغة الأخرى التي سواء كان لغة إنجليزية، فرنسية، لغة أيا كانت يعني، نرويجية، هولندية، نمس، سويدي، أي حاجة. فإذا لم تتعامل بها حتواجهك مشكلة في الكتابة باللغة العربية. هذا من ناحية. أول أن لا تكون غريبة هذه اللغة بالنسبة لك يعني، لما تسمعها. لماذا لا يتعاملون بها؟ هم لا يتعاملون بها. وعندما تمشي إلى المسجد برضو، أنا أنصح الإخوة الموجودين في غير البلاد الإسلامية والعربية، المساجد، في مساجد يعني مثلا نحن هنا في أستراليا في مساجد خطباء فقط باللغة الإنجليزية، وفي مساجد الخطباء يقدمون باللغة الإنجليزية وباللغة العربية. في وحدين يعملوا إنجليزي وصومالي، في وحدين يعملوا بوسني ولغة إنجليزية، في وحدين يعملوا لغة عربية ولغة مثلا ألبانية وما إلى ذلك، أو لغة إنجليزية وألبانية. فدائما أنا يعني أحاول قدر الإمكان أمشي للمسجد حتى ما أستمع للخطبة يكون فيها كلام عربي. يا أخي يقول لك هم طبعا يبدو البداية العادية، بسم الله والحمد لله ويصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل بالمدخل العالي، لكن لا يضمن خطبته بعد ذلك باللغة العربية، كلها بتبقى باللغة الإنجليزية ومعها لغة أخرى يعني، وقد تكون كلها باللغة الإنجليزية. لكن في مساجد بتتعمد وهي مصرة على أن يكون في خطبتها في خطبة عربية، يعني كلام بالعربي وبالإنجليزي. أنا أتحرى أن أصلي في المساجد التي فيها خطبة عربية وشيء آخر. في نفس الوقت أنت ذاتك أنت بتستفيد يعني، بتستفيد في مصطلحات كده، وفي عبارات كده بتسمعها بالعربي وتسمعها بالإنجليزي. إذا كنت بتتكلم عربي ولغة أخرى برضو حتسمعها بلغتين أفضل مما تسمعها. دي واحدة من الوسائل التي تساعدك أن تكون علاقتك باللغة العربية أنت على المستوى الشخصي تتعامل بها بقدر الإمكان. يعني كلما لقيت مندوحة تمسك بهذه اللغة في جوالك، اكتب رسائلك لمن يقرأ. يعني حرام أن تكتب باللغة الإنجليزية أو اللغة السويدية أو اللغة الفرنسية لرجل ممكن يفهمك باللغة العربية. وأنا مرات بلاقي كثير يعني من زملائنا حتى من الإريتريين ومن غير الإريتريين، وهي ثقافتهم عربية ويتكلموا عربي، وهناك طوالي مجرد ما داري يكتب كده طوالي يخش في اللغة الإنجليزية. يعني صحيح اللغة الإنجليزية مثلا ممكن تساعدك تدخل كلمة تضبط لك السبيلينج وبتاع، لكن في اللغة العربية برضه إذا تعاملت، وهذا الجهاز بالمناسبة إذا تعاملت معه باللغة العربية برضه يضبط لك الكلام يعني. حتى في الترجمات يعني، في الترجمات برضو إذا أنت بتنقل من اللغة العربية للغة الإنجليزية، من الإنجليزية للعربية، يا أخي يعني حتى أنت لو كلام فاهمه باللغة الإنجليزية أو اللغة السويدية أو اللغة الهولندية برضو خدته بالعربي. ماذا يعني ذلك؟ بتلاقيه يعني. ودي يستخدموها من غير المتحدثين باللغة العربية. كتارنا من الذين يتحدثون اللغة الأمهرية ويتعاملون بها تلاقيه طوال الازدواجية دي عنده إنجليزي وأمهري، إنجليزي وأمهري. حتى التجرينيا، إخواننا في التجرينيا برضو إنجليزي وتجرينيا برضو موجودة. فما بالك بهذه اللغة الشريفة، لغة القرآن الكريم ولغة كل الأنبياء ولغة أهل الجنة في الجنة.
ولغتنا نحن كمسلمين التي نحاجج بها ونفاخر بها الدنيا، هذه اللغة العربية أشرف منا ما في وأغنى منا ما في. كل الكلام ده نحن بنقوله دوما عزيزي المشاهد. فأنا أحببت أن أتحدث هكذا، أعمل مدخل للكتابة باللغة العربية. طيب، بعد ما بديت تتعامل باللغة العربية وأشرت أنا إشارة عابرة أنك أنت إذا كان يمكن أن تكتب باللغة العربية لإكس من الناس مثلا، وسواء كانت رسمية أو حاجات عامة، والله حرام عليك أن تكتبها بلغة أخرى، إلا إذا كنت مثلا أنت دار تفوت حاجة معينة وما تستطيع أن تقولها، هذا شيء آخر. لكن أنا أقول لمن استطاع إلى ذلك تمسكك، لأنه تهاونك التعامل في اللغة العربية، الكتابة بها، التعبير بها، يعني تهاونك بها شيئا فشيئا شيئا فشيئا تلاقي نفسك أنت غريب. تقول يا أخي حتبقى لغة نائب، بل لغة حديث بس وليس إلا. بل الأسوأ من ذلك، أنت إذا لم تتعامل بها حتى في الحديث، فأنا بستمع إلى ناس كتار يعني يرطنوا، يعني يرطنوا يتكلموا لغة إنجليزية، والإنجليزية رطانة بالنسبة للغة العربية. والله اللغات دي كلها في الدنيا رطانة هي بالنسبة للغة العربية. فتستطيع أن تقول هي اللغة الوحيدة اللي ممكن تقول عليها لغة هي اللغة العربية، ما عدا ذلك كل الرطانات حتى لو هيمنت وسيطرت يعني. بدليل أنه، ودليلنا على ذلك هو اللغويون الذين قالوا ذلك. اللغة الوحيدة في الدنيا التي تستطيع أن تقول عنها لغة البيان هي اللغة العربية، ما عدا ذلك لا تستطيع أن تبين ما في خوالجك في نفسك في الداخل، يعني أن تستطيع، ممكن تعبر لكن لا يمكن أن تعبر ما يختلج في نفسك 100% كما تحس به. صحيح ممكن تكون أنت ضليع في اللغة الفرنسية، في اللغة الإنجليزية، وعندك مصطلحات خطيرة جدا من محلات الإيشن كان نقول زمان يعني، ونحن في السودان يعني دار لازم تعمل فيها تي اي او، يعني عشان لازم تنتهي عشان يقولوا ان الزول ده لغوي وكده يعني. حتى لو كنت تمتلك كل المفردات، وهي المفردات حقها كم يعني؟ لا تتعدى 12,000 ولا حاجة يعني. لو استخدمتها كلها وانت عارفها ودار تعبر عن نفسك، والله ودار تعبر وتستطيع أن تعبر، أو عندك ناصية اللغة العربية، لو صدقت مع نفسك والله لا يمكن أن تبيح ما في داخلك إلا باللغة العربية. بتتقاصر يعني، بتكون في اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية بتكون أقل مستوى. وهذا الكلام يوافقني فيه تماما الذين يعرفون ويتمكنون وهم متمكنون من اللغة الإنجليزية ومن اللغة العربية، أو اللغة العربية واللغة الفرنسية، أو اللغة العربية واللغة الروسية، وهكذا يعني. يؤكدون ذلك فعلا، يقول لك هذه اللغة فيها ما فيها من أسرار، ولذلك الباقي كله رطانات. اللغة العربية هي اللغة الوحيدة التي يمكن أن نطلق عليها اللغة، وهي لغة البيان. هذا كان مدخل عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة من قناة سلام الإعلامية المباركة، وأنا أعالج معكم برنامج مع اللغة العربية، وموضوعها هو قضية الكتابة باللغة العربية. أشوف العنوان ذاته الختاوي الدكتور سمر روح، يعني قضية اللغة العربية، كل ما يتعلق باللغة العربية هي قضية الكتابة، قضية القراءة، قضية التحدث باللغة العربية، قضية التأليف. كل ما يتعلق بهذه اللغة هي قضية، لأنه بتحمل في داخلها أشياء وأشياء. ولذلك قضية الكتابة ترتبط بارتباطك أنت مع هذه اللغة معاملات يومية. وأشير إشارة عابرة كذلك في بيوتكم أيها الناس الذين يمكن أن تتحدثوا باللغة العربية مع أبنائكم. يعني إذا أنت رسخت هذه اللغة في بدايات نشأة أبنائك وفي بدايات علاقاتك الزوجية كذلك داخل البيت، ستستمر، والناس حيكونوا ما عندهم أي مشكلة مع هذه اللغة. فحرام يعني إنه ناس ممكن يتحدثوا باللغة العربية ويقلبوا البيت، بدل ما يكون نوع من أنواع التواصل والتوادد والتمسك بهذه اللغة المفروضة علينا وطنيا ودينيا وثقافيا وحضاريا كذلك، بدل ما نتشبث بها تصبح بيوتنا هي عبارة عن فصول نتعلم فيها لغات أخرى. بمعنى يعني أنت
مش حرام عليك عزيزي المشاهد لكي تتعلم لغة إنجليزية أو لغة فرنسية أو لغة هولندية أو لغة إسبانية، يعني تلوي أعناق اللغات، ودار تتعلم من الأبناء وتقول لهم يا أخي تكلموا باللغة اللي قاعد تدرسوا بها، وأنت طمعان أنك دار تتحدث. ماذا سيفيدك يعني؟ أنا ما أقول ما تستفيد، حتعرف لغة، لكن إذا قارنت ما استفدته أنت بأنانيتك أبي وأخي، سواء كنت الأم أو الأب، بأنانيتك وما يتحمله أبنائك من خسارة لغوية لهذه اللغة الشريفة، لغة الدين ولغة القرآن. وبالنسبة لنا نحن الإريتريين لا نتعامل معها معاملة يعني بس هي مجرد لغة وهي لغة تواصل وليس لا، هذه اللغة نحن نتعامل بها في بعدها الديني وفي بعدها الوطني وفي بعدها الإنساني والبعد الحضاري والبعد السلطوي كذلك. السلطوي هذه اللغة بالمناسبة غيرها من اللغات يعني فرضت وهيمنت والآن مستمرة يعني. ولذلك إذا دايرين نفرض هذه اللغة، وهذه قضية شائكة جدا، وأنا إن شاء الله يوم من الأيام أجي أتحدث عنها، كيف يكون واقعنا في إريتريا المستقبل ودايرين تكون لغة السلطة كما كانت. احنا ما دايرين نخلق حاجة لم تكن موجودة، هي كانت هكذا، تراجعت تراجعت تراجعت. اليوم ليس هنالك موظف في أدنى وظيفة موجود في إريتريا، البواب الموجود في إريتريا إذا تحدثت معه باللغة العربية لا يفهمك يعني. أرأيتم أيها الناس كيف إذا أهملت اللغة ويعني تعاملت معها تلك المعاملة السطحية، تتراجع وتتراجع وتتراجع إلى أن تصبح غريبة الوجه واليد واللسان وغريبة المنشأ والمنبت وغريبة التعامل، وبالتالي خلاص. والذين كانت لغتهم العربية يعني نراهم يلوكون لغات أخرى، و يعني لا أجادوا هذه ولا استفادوا من تلك. أنا في النهاية حأجي أتحدث ما رددته بعض الأصوات في إعلام الداخل قبل أيام في مقابلة مع أحد الكتاب الذين يكتبون بلغة التجريت. حديثه في النهاية سأشير إليه في الأخير يعني. بالتالي عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، هذه نصيحة وليس توجيه، لكن يعني نبلغ لأننا مأمورون أن نعلم كذلك ونتعلم، لأن الإعلام جزء من مهامه من وظائفه هو التعليم. ولذلك أقول إن التمسك باللغة العربية والكتابة بها لا يأتي إلا أن تتمسك بالحديث بها والقراءة بها، بعد ذلك تتأتى مسألة الكتابة. ولذلك كلما وجدت مندوحة كل ما يربطك بهذه اللغة يعني أرجو أن تتعامل معها. أولا بالنسبة لأي مسلم هذه ليست عنصرية، ولكننا نقول بكل صراحة يعني أنت في عباداتك ما عندك أي طريقة إلا بهذه اللغة، هذه لغة العبادة، والدين عبادة يا أيها الناس. وإذا كان الدين عبادة فينبغي أن تتمسك بهذه اللغة. كيف لا يلحن الإنسان وهو لا يتحدث بهذه اللغة إطلاقا يعني، أو لا يتعامل بها؟ كيف لا يحرف كلام الله والعياذ بالله؟ معقول أنت لا تتعامل بهذه اللغة ودار تقرأ سورة الفاتحة ودار تقرأ أي سورة من سور القرآن، حتى السورة القصار يعني دار تقرأها قراية سليمة كده؟ وإذا لحنت في القرآن الكريم بالذات في سورة الفاتحة صلاتك ما مقبولة. فانظر عزيز المشاهد كيف تدخل نفسك، وإذا صلاتك ما مقبولة يعني حياتك كلها وصومك وصلاتك وزكاتك يعني فيه علامة استفهام. أنا لا أقول شيء، ولكن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، إذا صلحت صلح سائر عمله، وإذا فسدت فسد سائر عمله. ده حديث مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف نفرط في صلاتنا ودايرين نضمن أعمالنا الأخريات؟ وإذا كانت صلاتك ماها مضبوطة وخاصة ما يتعلق بهذه اللغة، أنا أقول والله لو كنا مثلا نصلي بغير اللغة العربية
نقول يا أخي خلاص ما نتعلم بها ونتعامل بها بتاع. لكن أنت مأمور مجبر 5 فرائض يومية، ابتداء من الأذان إلى إقامة الصلاة، إلى الصلاة، إلى الدعاء، دخولك إلى المسجد، أن تقول السلام عليكم وتدخل بالسلام وتخرج بالسلام. فلا يكون علاقتك بهذه اللغة إذا أنت هي غريبة بس تتعامل معها في المسجد. سبحان الله. ولو كان يعني الناس بس يعني من الصعب جدا إنه تقول لواحد يا أخي أنت تتعامل بهذه اللغة وتقرأ وكذا. أقرأ لك آية من ذكر الحكيم، يعني كيف تصلي صلاة الفاتحة. أنا أقول يعني ابتداء مننا مثلا لو عملنا اختبار مع يعني اختبار بتاعت قراءة، هل هي صحيحة غير صحيحة؟ الله أعلم والله، إلا أن يتغمدنا الله برحمته. ولذلك أنا أدعو كل شخص كن أمين مع نفسك عزيزي المشاهد، كن أمين مع نفسك، وقل أنت كيف تقرأ سورة الفاتحة. بس دارين نجود الصلاة بحيث تكون مقبولة، بعد أن تتوفر فيها طبعا الطهارة واشتراطاتها والحاجات الثانية والملابس، سواء كانت الطهارة المتعلقة باللباس، المتعلقة بالإنسان بجسده، المكان الذي تصلي فيه وهكذا، واستقبال القبلة وغيره. يعني هذه الصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن تركها فقد هدم الدين. هذه الصلاة لنجودها يعني. فأنا أدعو أن نعمل اختبارات مع ذاتنا. كن صادق مع نفسك وقل أنا أقرأ سورة الفاتحة بهذه الطريقة، وأفتح لكبار الأئمة، أفتح واستمع إليهم كيف يقرؤون. والله سبحانه وتعالى لحكمة جعل من الصلوات الخمس 3 منها جهريات لنتعلم كيف يقرأ الإمام. ولذلك مسؤولية الإمام هنا عظيمة. الإنسان الفقيه الذي يعني فقيه في أمر دينه لا يتقدم الصف إلا أن يكون مجبرا من فقه الإنسان المأموم. إذا رأيته طوالي يتسرع أن يكون إماما فاعلم، أنا في تصوري فاعلم أن فقه هذا الرجل، إلا أن يكون طبعا هنالك شروط الإمامة كما هناك شروط للمؤذن. وشروط الإمامة هي كثيرة طبعا، يكون أحفظهم لكتاب الله، يكون حتى الحفاظ برضو أنداهم صوتا وأجودهم قراءة يعني أشياء كثيرة. لكن لو يعني مع كل ذلك هنالك من يتقدم يعني استوى دي ما بيقول له إنسان إلا أن يكون يعني. أنا أتمنى يعني الإنسان لأنك أنت ستتحمل مسؤولية هؤلاء الناس. قد يبدأ صفك ب3 أو 4 أو 5 وتسلم السلام الأخرى، السلام عليكم الأخيرة، فإذا به جيش من المأمومين. فكيف تتحمل مسؤولية الذين كانوا معك وأصبحت لهم إماما؟ لذلك أنا أقول اختبارا لأنفسنا كلنا والآيات التي نقرأها. وغالبا الإنسان عادة يعني لكل امرئ من دهره ما تعود، ما قال المتنبي. دائما الناس بيقروا آيات يعني آيات معروفات بالنسبة لهم، وده شيء من أشياء برضو التي تخلينا أو التي تتركنا لا نتثقف. هذا القرآن ينبغي أن نتثقف فيه والله. القرآن الكريم، الثقافة في القرآن الكريم أن تقرأه دوما، أن تحاول أن تقرأ آيات لم تقرأها. يعني أنت إذا مسكت بس كل ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم أو بغير بسم الله القارعة على دائما مثلا ولا الضالين آمين تبت يدا أبي لهب، فكيف حتى تخرج تطلع فوق يعني؟ ولذلك أنا أقول أنا لست عالم في هذه المسألة، ولكن أقول حتى ما يكون عندك علاقة مباشرة بالقرآن الكريم، والله إذا أنت وجدت نفسك، وأرجو أن يصححونا أئمتنا وشيوخنا الكبار، يعني إذا وجدت نفسك أنت أسير آيات معينة
والله أدعوك لتفتح القرآن. أفتح القرآن وأقرأ، أمشي فوق، أمشي آل عمران، وأمشي المائدة والنساء والأنفال والأعراف والتوبة. يا أخي حتى عناوين السور دي بتفتح لك، بتفتح لك آفاقك، بدل تكون أسير. الجزء الأخير كده، جزء الثلاثين يعني. يعني فأنا أقول إنه يعني عشان ما تربط نفسك بالقرآن الكريم، أفتح وأقرأ. أقرأ من النص إن شاء الله، أقرأ 3 4 5 6 آيات من الكتاب. أولا ستقرأه يعني لاعتبارات كثير. أول ستقرأه قراءة سليمة، يعني مضبوط بالشكل. وإذا قرأته حرفت مثلا، المأموم معك ممكن يصلحك، وهكذا. وعشان كده صلاة التراويح والتهجد بتكون جهرية، ويقرأ فيها الناس الذين فتح الله عليهم أجزاء من القرآن الكريم. وتلك مناسبة عظيمة بالمناسبة أن تعمل فيها مراجعة لما في ما في ما في ذهنك من القرآن الكريم. يعني هذه مسألة مهمة في غاية الأهمية. وبالتالي نعمل كلنا ذلك الاختبار الشخص مع أنفسنا، بس يمكن ما نقبل يختبرون آخرين. لكن أفتح. وإذا أنت دائما بتقرأ الآية وما قدرت تطلع منها، شوف الإمام أو المقرئ. وما أكثر القراء، وما أكثر هذه التكنولوجيا، ما شاء الله فتحت الباب لنتعلم منها أشياء وأشياء كثيرة. فأفتح حتى قصار السور كيف يقرأها القراء الحفاظ، ثم تتدرج بعد ذلك. أطلع من القراءات التي اعتدت عليها، خش في قراءة جديدة، عشان برضو يكون عندك يا أخي إلمام بهذا يعني ما معقول العزيزي المشاهد أنت تقرأ أي كتاب صدر، أي كتاب جديد، رواية، شعر، قصة، ما بعرف شنو، في علم السياسة وبتاع، وبالله عليك الله لا تخجل. يعني أنت بس أسير قراءة وحدي، ما تعرف واحد لو أماك من المؤمنين وبدأ يقرأ برواية أنت ما بتعرفها، س س ستعتبر أنه هذا الإمام قاعد يلحن، وتقوم تصلحه، وهو يصر على القراءة التي يقرأ بها، وأنت تكون مصر يعني. فحتكون شوشت عليه، وفي نفس الوقت يعني دليل على أنك أنت بس أسير قراءة وحدي. إلى هذه الدرجة أنا أدعو الناس لكي يتثقفوا في القرآن الكريم. القراءة، القرآن يقرأ أولا. إذا أردت أن تتحدث مع الله أقرأ القرآن، إذا أردت الله يتحدث إليك فاقرأ القرآن، إذا أردتهما معا فاقرأ القرآن. أقرأه تعبدا، أقرأه كذلك يعني عشان تثقف يا أخي، تفصح لسانك. أقرأه كذلك لتتدبر معانيه العلمية ومعانيه الفكرية ومعانيه الكونية يعني. فأنت لابد أن يكون عندك مداخل مختلفة لهذا القرآن الكريم. لا يمكن أن يكون إنسان فصيح في لسانه، فصيح في بيانه، إلا أن يكون له علاقة بهذا القرآن الكريم. ولذلك هذا كان مدخل. أنا آسف أنه طولنا في المداخل، لكن الفكرة الأخيرة التي قلتها يعني بمعنى أن نختبر قراءاتنا من خلال سماعنا لقراءات كبار القراء المشهورين المعروفين، الذين معروفين هم يعني قراءاتهم صحيحة 100% تجويدا ونطقا وقراءة بأي قراءة قرأ. فميل إلى قراءتك وشوف أنت قاعد يقرأ كيف وأنت تقرأ كيف، وصحح. صحح. ليه؟ لأنه على الأقل تكون خرجت بصلاة صحيحة. بعديها طبعا إن الله يغفر لمن يشاء، يعني حتى لو في زلل وأشياء، لكن لا يمكن أن تكون أنت بس همك حاجات كثيرة وصلاتك دي يعني في خطر. لا أبدا. وكل ما والشيء الذي ربطنا بالصلاة هي هذه اللغة. فإذا لم تكن مجود في هذه اللغة، قراءة القرآن الكريم، الآيات والسورة الفاتحة، فصلاتك غير مقبولة. تخيل نفسك أنت بتصلي 50 40 سنة بطريقة تكتشف فيها نفسك إنه كنت بتصليها بطريقة مختلفة أو حاجة ما هناك. فربنا طبعا يعني يعفو عنك، لكن ما دام في مندوحة وأنت تستطيع أن تصحح، حتى لو أنت في نهاية العمر، ارجع وصحح يعني، صحح وربنا يغفر ما مضى إن شاء الله. عموما هذا كان مدخل لقضية الكتابة باللغة العربية.
يقول الكاتب سمر، الدكتور سمر روحي الفيصل، في قضية الكتابة: الكتابة كلمة متعددة المعاني متسعة الدلالات، والمشكلة أن هذه الكلمة أصبحت مصطلحا مألوفا كثير الدوران على الألسنة والأقلام، حتى إن القارئ يكاد يظن أنه يعرف دلالته حق المعرفة، فإذا تصدى لتعريفه اكتشف أنه من السهل الممتنع. ولا أدعي كما يقول الدكتور سمر، لا أدعي أنني قادر على الإحاطة بمفهوم هذا المصطلح ودلالاته، بل أدعي أنني سأحاول الإحاطة بهذا المفهوم لأخلص إلى الهدف الرئيس، وهو تحليل واقع الكتابة باللغة العربية وبيان ما أطمح إليه في أمرها. طبعا الهدف الرئيس، كتار الناس بيقول هدف رئيسي يعني، والصحيح أن نقول هدف رئيسي يعني. وأزعم كما يقول الدكتور، أزعم بادئ الأمر أن القضية تجاوز الناحية المنهجية الخاصة بتحديد المصطلحات إلى تلك التجربة التاريخية المرتبطة في التراث العربي بقضية الكتابة. شوف الدكتور سمر، مع أنه رجل متخصص ورجل لغوي، يقول إنه أحاول. وهنا أتذكر كلمة قال البروفيسور عبد الله الطيب رحمة الله عليه، الكاتب والشاعر والمؤلف واللغوي النحرير رحمة الله عليه، سئل ذات يوم فقيل له: كم من اللغات تتحدث؟ وهو كان رجل يتحدث لغات عدة يعني، منها اللغة الإنجليزية واللغة العربية. طبعا هو كان يتحدث عن أيام العرب، شعراءهم وفراسهم، كما أنهم عايشهم وعايشوا معه وكانوا معه في منطقة في شمال السودان، منطقة المحاميد، وفي أم درمان، أو في برضو أيام دراسته في بريطانيا. وهكذا يعني كان يتحدث عن أيام العرب وشعراءهم، وشرح القرآن الكريم بطرق مختلفة، بالعامية وبالفصحى. وكان رحمه الله رجلا لغويا. فسئل ذات يوم: كم من اللغات تتحدث أو تعرف يعني؟ فقال: أنا أعرف اللغة كذا واللغة كذا واللغة كذا. ثم قال: وقليل من اللغة العربية. لتعرف عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة أن هذه اللغة العربية يعني من يحيط بأسرارها مهما أوتيت من ملكة، لأنها مرتبطة بكلام الله سبحانه وتعالى. وكلام الله سبحانه وتعالى يعني لا يدانيه شيء ولا يشاركه في. إذا كان الناس تساووا خلاص وصلوا من العلم في هذه اللغة المنتهى الذي وصله الله سبحانه وتعالى بعلمه الذي يشبه بكل الأشياء التي يتفرد بها سبحانه وتعالى، يبقى أين الوحدانية؟ أين الألوهية؟ أين الخصوصية الله والحق سبحانه وتعالى؟ وبالتالي واحد من أسراره أنك أنت مهما تبحرت في هذه اللغة فتحس أنك أنت مبتدئ فيها، ليظل كلام الله سبحانه وتعالى هو الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه، تنزيل من حكيم حميد، نزل بلسان عربي مبين يعني. ولذلك هذا الدكتور أيضا يقول: سأحاول الإحاطة بهذا المفهوم لأخلص إلى الهدف الرئيسي في قضية الكتابة يعني. وبعد ذلك يقول: أولا كلمة الكتابة ودلالاتها. في هذا المنحى قال: بين معجمات اللغة العربية بينت أشياء ولم تستطع أن تبين أشياء، لكن في معظمها اتفقت على أن الكتابة مصدر من مصادر الفعل كتب، بمعنى خط. تقول هذه المعجمات: كتب الكتاب أي خطه، فهو كاتب، جمع كتب وكتاب، واكتتب الكتاب لنفسه، انتسخه
وهو يكتب الناس، أي يعلمهم الكتابة. ولا تخرج المعجمات اللغوية القديمة عما سبق في أثناء تحديدها الدلالة اللغوية للكتابة. وهذا التحديد في التعبير اللغوي الحديث هو نقل أصوات اللغة المنطوقة إلى حروف وكلمات مكتوبة، أو كما قال الكفوي في الكليات: جمع الحروف المنظومة وتأليفها بالقلم، ومنه الكتاب لجمعه أبوابه وفصوله ومسائله. ويصف الكفوي إن الكتابة قد تطلق على الإملاء وقد تطلق على الإنشاء. يعني هنالك فرق بين إملاء وإنشاء، أي أنه نص على أن المصدر الكتابة استعمل بمعنى اسم المفعول المكتوب، ولكنه حمل دلالتين: دلالة الإملاء والخط، ودلالة الإنشاء. وقد أفادت المعجمات اللغوية الحديثة ومعجمات المصطلحات من هاتين الدلالتين، وسعت إلى تحديد معنى الكتابة، فزادته إشكالا واتساعا، إذ نصت على أن الكتابة هي صناعة الكاتب، والكاتب هو من يتعاطى صناعة النثر، أو هو الماهر في الإنشاء ومن حرفته الكتابة. ومن الواضح عزيزي المشاهد أن المعجمات اللغوية العربية القديمة والحديثة لم تخطئ حين حددت الكتابة بالإملاء والخط، فهذا هو المعنى اللغوي الحقيقي للكتابة أو للكلمة، وهو الأصل فيها، كما أنه المعنى المراد من الكلمة حين تستعمل في حقل التربية. أما المعنى الثاني فهو الإنشاء، أي صناعة الكتابة، فهو المعنى المجازي الذي اكتسبته الكلمة في أثناء تطورها التاريخي. وهنا يورد الكاتب كلمة صناعة. في وحدين يعني عند الشعراء يقول هذا شاعر يصطنع الكلام، أو يصنع الشعر، أو يصنع القصيدة، ويعيبون على ذلك. بينما البروف عبد الله الطيب عنده كتاب مشهور عنوانه المرشد لفهم أشعار العرب وصناعتها، ويؤكد على أن الشاعر يصنع صناعتها، لأنه الشاعر الثقف، الشاعر الحاذق، الشاعر المفلق، يعني هو يمتلك أدوات الصناعة. ألم ترى النجار كيف يصنع الكرسية والمنضدة وكل ما يتعلق بصناعته؟ ذلك النجار هو يصنع من أخشاب ثابتة، يصنع منها شيئا تستفيد منه. كذلك الشاعر له أدواته الصناعية: اللغة والخيال والفكر والقضية التي يحاول أن يكتبها في قصيدته، ثم قضيته الذاتية والقضية العامة. هذه كل الأدوات وتجربته وخبرته بماهية الشعر والشعراء والوزن والقافية والخيال وكل ما يتعلق والموسيقى وما إلى ذلك، يمتلك هذه الأدوات. هذه الأدوات تساعده أن يصنع القصيدة. والشاعر يعني المقتدر يستطيع أن يصنع هو حقيقة يصنع الشعر، يصنع القصيدة صناعة. هو يعني يقول، يعني حتى لو لم يقل أنا سأكتب هذه القصيدة على البحر الفلاني مثلا وقافيتها ستكون هكذا، لكن في نفسه كشاعر كل هذه تنتهي ويقرر في لحظات معينات حتى لو لم يبح بها. هذه الصناعة والملكة. ثم يجلس فيكتب ويستخدم كل أدواته الصناعية. فالقصيدة صناعة عزيز المشاهد بمعناها اللغوي وبمعناها الثقافي. ولذلك قال هنا الكاتب:
صناعة الكتابة. نعود إلى قضية الكتابة. يقول دكتور سمر: وقد سعت معجمات المصطلحات إلى مقاربة هذا المعنى، فنصت على أن الكتابة الإنشائية وطريقتها، وعلى تفصيلات أخرى، تنحو بالكلمة المجازية نحو الكتابة الأدبية والصحفية وتأليف البحوث، بيد أن هذه المعجمات لم تحسم تعريف هذا المعنى المجازي بكلمات واضحة دقيقة محددة، وقد أسهم ذلك في إبقائه غائما متسع الدلالة. ولا شك في أننا في اللغة العربية مضطرون إلى التمييز بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، ثم التمييز بين المعاني المجازية نفسها. وفي رأيي كما يرى الدكتور سمر أننا قادرون على ذلك إذا اتفقنا على: ألف، استعمال كلمة الكتابة للدلالة على المعنى اللغوي وحده، أي الإملاء والخط. ب، إضافة كلمة أخرى للتمييز بين المعاني المجازية، وأقترح هنا العبارتين الآتيتين: الكتابة الوظيفية للدلالة على النصوص المكتوبة التي تؤدي مهمات الإيصال اللغوي المختلفة في الحياة اليومية، والكتابة الإبداعية للدلالة على النصوص المكتوبة الساعية إلى الخلق الأصيل الجيد النافع الماتع في العلوم والفنون والآداب. ها هنا يمكنني القول إن تحليل قضية الكتابة باللغة العربية لا بد من أن يشتمل الأقسام الثلاث: الكتابة، أي الكتابة الوظيفية، والكتابة الإبداعية، تبعا لما بينها من ارتباط وثيق، بمعنى الكتابة ثم الكتابة الوظيفية والكتابة الإبداعية. ثانيا، الكتابة بين الواقع والطموح. يقول الدكتور سمر: إتقان الكتابة بشقيها الإملاء والخط أساس لا بد منه في السلوك اللغوي للإنسان العربي، وهذا الإتقان شيء مكتسب وليس فطريا، ولهذا السبب عد من المهمات الأولى للتعليم في المدرسة الابتدائية، بيد أن واقع الكتابة داخل المدارس والمعاهد والجامعات وخارجها يشير إلى أن هناك عناية مقبولة بالإملاء، أي كتابة الكلمات كتابة صحيحة خالية من الغلط. وهذه العناية لا تعني أننا حققنا ما نصب إليه وهو إتقان مهارة الإملاء، بل يعني أن المدرسة العربية تهتم بالإملاء ليتمكن الطالب من الكتابة السليمة. ودليل هذه العناية اقتصار مشكلات الإملاء العربي على قضايا لا تجاوز أصابع اليد عداً، أبرزها كتابة الهمزة المتوسطة والمتطرفة، وكتابة الألف اللينة في آخر الأسماء، وكتابة حروف لا تنطق ونطق حروف لا تكتب. وما عدا ذلك يبدو هيناً يمكن تلافيه بيسر وبشيء من التدقيق في أثناء التعليم. وعموماً فإن مشكلات الإملاء يمكن تلافيها بالاتفاق بين الدول العربية على قواعد لا تخرج عليها أو لا يخرج عليها أحد في أثناء الاستعمال، وقد تحقق هذا الاتفاق كما هو معروف، إلا أنه لم يجسد في الاستعمال أو لم يجسد في الاستعمال لغياب السلطة القومية الواحدة وسيادة السلطات القطرية بما تضم من أمزجة فردية وآراء متباينة لا علاقة لها في الحالات كلها بقدرة اللغة العربية على توحيد الإملاء. أما واقع الخط العربي فبائس جدا،
وقد كثرت في السنوات الأخيرة الشكاوى حول تدني مستوى إتقان الخط لدى تلاميذ المدارس وطلبة المعاهد والجامعات، ووضح أثر هذا التدني في الحياة العامة، إذ غدا المرء يعاني سوء خط الموظفين والمعلمين والمهندسين والأطباء والعاملين في الحقول الاجتماعية والاقتصادية والإدارية. ولا عجب في ذلك، فطلبة الأمس موظفو اليوم، وتلميذ اليوم موظف الغد، وهذه السلسلة البديهية غير خافية على أحد من العاملين في الحقل التربوي، لأنهم معنيون بإعداد الجيل الناشئ ليتسنم أمور المجتمع في المستقبل. وقد كثرت البحوث والدراسات حول أفضل السبل لإعداد هذا الجيل، إلا أن حظ الخط العربي من هذه البحوث ما زال ضئيلا، بل إن الاهتمام بالخط العربي لا يدان الاهتمام بشقيه الإملاء، على الرغم من الشكاوى التي نسمعها حول الأغلاط الإملائية لدى الكتاب صغارا كانوا أو كبارا. أيها الإخوة والأخوات، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. برنامج مع اللغة العربية يعده ويقدمه أحمد شريف من قناة سلام الإعلامية المباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.